بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في قناة يمنى. وصفة اليوم محشي البصل. وصفة هذه وين نروح راهي تقابلني. كامل جربوها، وصفة تستحق التجربة. جربها معكم ونعطيكم رأيي بكل صراحة بلا ما نطول عليكم. نروح مباشرة للمقادير وطريقة التحضير. بسم الله. أول حاجة نسحقوا كمية من البصل. من الأفضل ديروا البصل أبيض، خاطر البصل الأحمر النكهة ديالو قوية بزاف. ولا ديروا كيما انايا درت مزيج بين البصل الأبيض والبصل الأحمر، بصح ايفيتيو هداك البصل اللي اللون تاعو بزاف فونسي. نحكموا الحبات تاع البصل، ديروا لهم فتحة في الوسط، وصلوها حتى للقلب برك، ما تقطعوهاش كامل. شوفوا كيفاش وصلوا للقلب وحبسوا. نزيد معاكم حبة، شوفوا كيفاش توصلوها للقلب وتحبسوا. هذا ما كان كمية البصل على حساب عدد الأفراد ديالكم. ومن بعد في طنجرة فيها ماء سخون نحطوهم ونغطوها ونخلوها مدة ربع ساعة هكاك. المهم حتى تشوفوا باللي البصل تاعكم تخلوا شوية طياب اللي نقدروا نحو هذوك الورق فاسيلمون. شوفوا كيفاش. وتاني على حساب نوعية تاع البصل، كاين اللي الورق ديالو يجو بزاف خشان. شوفوا نحوهم يتنحاو معاكم فاسيلمون غير بالعقل هكذا. انا نكمل نحيهم كامل حتى نوصل لهداك القلب ديالو، هداك ما نقدروش نعمروه. شوفوا كيفاش. وكي تلقاو هادوما نحوهم، هادو نحوهم نورمال. هنا شوفوا كي توصلوا لهذا القلب هنا ما نقدروش نعمروه. انا هنايا نقطعهم رقيق. هاد البصل قطعوه رقيق وزيدوه مع الحشو. ما ديروش بصل خضر، ديروه هدايا هكا باش ما نخسروش بزاف ويجي بنين تاني مليح. هامليك هنايا هادو القلب اللي تحصلت عليهم، هادو اللي نقطعهم ونحطهم في لافاغس. بصح هادي ماشي الكمية كامل، مازالوا لي هكا شوية، ما نديرهمش كامل. شوفوا مازالوا لي شوية، هذا نخليه باش ماشي لافاغس تكون بصل والحشو بصل وناكلو بصل في بصل. فهمتوا؟ ناخدو غير شوية هو اللي نديروه داخل لافاغس. هذا ما كان. وبالنسبة للحشو، هنا خديت روز، درتو شللتو وحطيتو في الماء، ماشي نص طياب، 4 طياب، غير شوية برك ونحوه، ما لازمش يكون طايب. صحاب مقادير مضبوطة. درت هنا 300 غرام، راهو هنايا 300 غرام. طوماطيش مقطعة مربعات، هنا راهي 200 غرام. هذاك البصل اللي قطعته تاني وزنته لكم راهو 100 غرام. نزيدو تاني كمية من المعدنوس، هنا راهي 50 غرام. ديروا عينكم بيزاركم. هنا ديروا واش حبيتو، في الوصفة الأصلية هما ما يديروش. نروحو نديرو توابل. هنا درت مغرفة صغيرة فلفل أحمر، عمروها مليح. نزيد ندير نصف مغرفة صغيرة حتى مغرفة صغيرة ممسوحة فلفل أسود. نزيد ندير مغرفة صغيرة بودرة الثوم. نزيد ندير ربع مكعب جامبو خروف. هنايا شوية ملح، ديروا نصف مغرفة صغيرة ملح. زيدوا 2 مغارف معمرين كبار زيت. هما هنايا يزيدوا السماق ويزيدوا دبس الرمان، ضروري هما يزيدوهم في الوصفة، انا ما درتهمش. وانتوما تزيدوا مغرفة كبيرة ممسوحة طوماطيش تاع لي بواط، طماطم مصبرة. ومن بعد هنا ما تخلطوش هكا غير بالمغرف، لازم تخلطوا مليح كيما راهو في الفيديو هكا باش المكونات كامل يتجانسوا مع بعضهم ونتحصلوا على هذا الخليط. شوفوا الحشو كيفاش يكون. هنا نروحوا نعمروهم. هنا شوفوا الكمية، ما تعمروهاش بزاف وما ديروش غير شوية، خاطر الروز راهو حيتنفخ. انا هنا درت غير شوية، زيدوا عليها، زيدوا على الكمية اللي درتها، خاطر انا الاخرين زدت لهم شوية. هكا زيدوا شوية. ومن بعد الرز يتنفخ وراهم حيكبروا الحبات. شوفوا الحبات الفوقانيين هنا كامل عمرتهم، يعني ما درتهمش صغار. شوفوا كيفاش يتعمروا،
بصح ما تزيروهمش بزاف خاطر الروز يتنفخ. دوكا نروحو نخدمو هذيك لاصوص اللي يطيب فيها البصل. انا درت مغرفه ممسوحه طوماطيش تاع لي بواط، نتو ديروا مغرفه معمره مليح، عمروها طوماطيش تاع لي بواط. زدت هنايا نصف مكعب جامبو تاع الخروف، ولا ديروا تاع الدجاج كيما حبيتو. نزيد تاني مغرفه صغيره فلفل احمر. بعد نروحو نحكمو هذاك الماء اللي غلينا فيه البصل، ناخدو منو حوالي كاس ونص حتى 2 كيسان تاع وليد. انا هنا نسيت الزيت، نتوما حكموا 2 مغارف كبار زبدة، ذوبوهم وضيفوهم في هاد المرحلة في هاد الخليط. أنا ما درتش زيت، درت زبدة. ومن بعد نفرغو فوق البصل، أنا درتو كامل. المهم يوصل البصل فوق النصف بشوية، لازم تلحقوه النصف تاع البصلة بشوية. واللي خاف يقولك فيها غير طوماطيش والما ما تجيش بنينة، ما تخافوش راح تجي مليحة. هنا كرفس بابي كويسون، ومن بعد شمخوه وعصروه حيولي كيما القماش، تتحكموا فيه بسهولة. هكذا شوفوا كيفاش تحكموا فيه. ومن بعد نروح نزيد ورق أليمنيوم وندخلوا للفرن يكون مسخن من قبل، حطيته من تحت على نار قريب متوسطة. ومن بعد هذاك البصل والطوماطيش راهم حيزيدوا يطلقوا الماء، يطيب معاكم البصل. ومن بعد برك ينشف الماء، خلوا الماء هذاك ينشف كامل، يقعد فيه حوالي واحد النصف كاس. هنا روحوا طلعوه للفوق، دهنوا الحبات بشوية زيت وخلوه يتحمر، هكذا ياخد معاكم هذا اللون. وهذه هي النتيجة النهائية ديالو. نعطيكم الراي ديالي بكل صراحة، أنا عجبني الذوق ديالو. كاين اللي كيكلاوه قالوا لي حسينا رانا ناكلو في المحاجب. اللي خاف يقول لك دوك ندير له شويه سكر على جال طوماطيش. البصل هو فيه نسبه كبيره، فيه كميه كبيره تاع البصل، اعطالو ذوق شويه تاع حلاوه خفيفه. على بها هما يديروا دبس الرمان باش يجي في هذيك الحموضه. هنايا رافقته بالرز، واللي حب يدير الوصفة الأصلية يزيد له دبس الرمان، كاين حتى اللي يزيد له الخل، هذا يرجع لكم. أنا المرة الجاية إن شاء الله كي نعاودو ندير دبس الرمان باش نشوف اسكو كاين فرق. وفي الأخير إلا عجبكم الفيديو ما تنسوش الضغط على اللايك فضلا وليس أمرا، والاشتراك وتفعيل التنبيهات ليصلكم كل جديد. سلام.